مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. معايا دلوقتي صوت في السير، صوت في السير. العربية دي دايلانوس. أنا عندي هنا صوت في السير مش عارف أحدده فين، مش عارفه إذا كان في الدينامو ولا في طرمبة الباور ولا في طرمبة المية. ده أنا مش عارف، عايز أعرف الصوت ده فين. حيلة بسيطة هنعملها هتعرفنا الصوت ده فين. تمام. ما مش عايزك تشوف ان المعلومات اللي انا بقدمها لك حاجات تافهه. في ناس كتير محتاجه المعلومه دي. حيله بسيطه هخليك تعرف الصوت ده فين. هنطفي العربيه وبعد كده هحل السير ده وهنشوف مع بعض واحده واحده. هنحل العمه دي عشان خاطر توسع المجال معايا ان انا اقدر اروح للدينامو تحت. هنفك المسمار ده، هو اللي ماسك شداد الدينامو. تمام. كده انا وقعت السير. انا حاسس بصوت خشانة بس مش متأكد. هنتأكد ازاي؟ هنتأكد مع بعض. معلش انا ما معيش حد بيساعدني في التصوير فاستحملوني، يعني سامحوني، انا اسف. هجيب حتة حبل زي دي اهي. تمام. وهنلفها على البكرة عشان نسحب جامد ونعرف اذا كان الدينامو فيه صوت او لا. تمام كده. نركز مع بعض عشان نسمع الصوت. معلش هنا صوت كتير حواليا بس غصب عني. يلا. سمعنا الصوت كده. الدينامو ده فيه رمانة بلي وحش. هنعمل الحركة دي على الباور عشان نتأكد ان الباور مفيهوش مشاكل.
والباور برضو فيه صوت رمانة بلي. كده كده انا عرفت ان الاتنين فيهم صوت. الباور فيه رمانة بلي والدينامو فيه رمانة بلي، يعني الاتنين يعملوا لي وش جامد. وكمان لو كان فيه صوت في الدينامو، اسف، في البليه بتاعت الكتينه اللي جوه، شدد الكتينه كله يعمل اصوات جامده، وتحس ان صوت خشانه جامد في السير قدام، بس انت مش عارفها فين بالظبط. حيلة بسيطة خالص عرفنا الأصوات اللي مضايقانا في العربية من قدام. تمام. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. وعلى فكرة كل الفيديوهات اللي جاية، يعني هعمل فيديوهات كتيرة خالص بسيطة في متناول ايد اي واحد ملهوش في المجال. شكرا لكل المتابعين.